ونروح بعد كده للمركز الثاني لأقوى فيلم أنمي لايف ساموراي على الإطلاق، روروني كينشن. أقوى فيلم أنمي لايف للساموراي، مش أقوى فيلم ساموراي، لأن أقوى أفلام الساموراي معروفة، 7 ساموراي وهاراكيري ويوجيمبو وذا توايلايت ساموراي. بس فيلم المركز ده أقوى فيلم ساموراي حديث، بحيث إن قصته قوية جدا وطويلة، 3 أفلام من 2012 ل 2014 وفيلمين تانيين في 2021، خاتمة القصة خالص. وكان المفروض يكون في أكتر من فيلم في القايمة، بس اكتفينا بأكتر فيلم عليه إجماع، الفيلم الأول. وقصة الأنمي وسلسلة الأفلام عن روروني كينشن اللي كان قاتل محترف وقتل الكتير جدا، بس بدأ يحس بالذنب وقرر إنه يلف المدن والقرى ويساعد المحتاجين. وهيقابل شابة كده أعجبت بقدراته وخلته يقعد معاها ويساعدها على مواجهة أي تهديد تتعرض له. وتقريبا في حوار عن قتل الحاكم، وإن في حد قديم هيطارده، ولا المحارب الغامض اللي لما بيظهر بتحس بهيبة. أي حوارات كتيرة كده معرفهاش، بس أكيد هتفرج على أفلامه، شكلها جامدة الصراحة، خصوصا أجواء القصة اللي في 1868، بداية عصر الصناعة والتطور. هتشوف تطور مع أجواء العصور القديمة. أحب أنا القصص اللي بتتكلم عن الفترة دي. بس الفيلم ده حاله من حال فيلم المركز اللي فات، من ناحية قتال السيوف الرائع، ولا تشابه القصة من ناحية إن شخص كان قاتل وبيحاول يكفر عن أخطائه ويساعد واحدة. بس أجواء الفيلم مع التفاصيل في الأماكن واللبس حكاية. ده غير الفيلم مليان نجوم علوا منه جامد، وهم نفس الممثلين اللي كملوا الآخر فيلم، ودي أجمل حاجة. الكاست هو ما اتغيرش. والسلسلة حققت نجاحات قوية جدا وبقت من أبرز سلاسل الأفلام اليابانية. ده حتى أول 3 أفلام بس عملت إيرادات عدت 156 مليون دولار، حاجة فخمة ما فيش كلام.